السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبختنا إن شاء الله من دولة البحرين. نبي نسوي اليوم المصلي البحريني، طبعا بس بطريقتي أنا. طبعا له عدة طرق بس أنا الحين بسويه بطريقتي أنا. عندي هذا الزرش، شايفينه؟ الناس يسمونه الزركش، وهذا هو الزرش. ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبختنا إن شاء الله من دولة البحرين اللي هو المصلي، ولكن بطريقتي أنا. طبعا هذا هو الزرش، وناس يسمونه زركش. هذا ما هو بحب الرمان، هذا ما هو بحب الرمان. هذا نبات سبحان الله العظيم من فصيلة التوت، ينبت بإيران، يعني مقر نباته في إيران. شايفينه؟ هو بالحجم يشبه حبات الرمان، ولكن ما هو بحب الرمان. البعض يحسب انه الزرش هو حب الرمان، لا، في اختلاف بين حب الرمان وبين الزرش. هذا هو الزرش اللي هو يزرع في ايران، طبعا يجلب من ايران ويباع طبعا عند العطارين وعند المحلات الخاصة بالايرانيين وعند المحلات الخاصة بدول الخليج اللي هي المنتجات. أيضا تعتمد المصلي على الزعفران. شايفين هذا هو الزعفران. بعدين الزعفران الواحد يعني ينتبه وهو يشتري الزعفران، ما يكون الزعفران مغشوش، يعني يكون الزعفران طبيعي. عندي هذه الآلة هي اللي بطحن فيها الزعفران. طبعا إذا طحن فيها الزعفران تزيد البركة فيه، يعني يعطيني لون أكثر وأكثر. كيف الطريقة؟ الطريقة اني انا اخذ الزعفران شوي، اخذ الزعفران وين احطه؟ في الفتحة. هذه الفتحة هم حاطين فيها فتحة، هذه آلة ينطحى فيها الزعفران عشان يطلع ناعم. انا ما ابغى يطلع لي خيوط، لا، ابغى يطلع لي ناعم في الطبخة. في التحريك يدوي. شايفين؟ واستمر في، شوف بدأ ينطحن، طبعا يدوي ياخذ وقت طحن. اضيف له زيادة شوي بعد. استمر في الطحين لحد ما ينهم. خلصنا؟ طيب، مكوناته دجاج. الدجاج يكون منزوع الجلد زي هذه، ما فيها جلد، نزعت الجلد منها. تحبون تحطونها كلها زي ما هي، تحبون تحطونها أنصاف زي طريقتي، أو 4، يعني تصير 8 أجزاء دجاج، يرجع لرغبتكم أنتم. عندي البصل يكون بنسبة كبيرة، البصل يكون كثير. البصل شايفينه مقطع شرايح. عندي بطاطس، هذا البطاطس أنا بقطعه وخليه في القاع الصينية اللي أنا بطبخ فيها المصلي. عندي الملح، عندي البهار مشكل بس يعني ما ياخذ. بشوف الحين الطريقة كيف.
أشيل الأغراض، أحط الدجاج، أضيف البصل، هذا البصل ضفت البصل عليه. لاحظت ان البصل كثير طبعا لان ابيه يطبخ فيه، يعني ماني بزايده مويه على الدجاج، ابكتفي بس هالبصل هذا. هذا الزعفران برضه بحط زياده لان في اشياء ما نحطها. ممكن عليه كذا اتركها. طبعا بطحن الحين زياده عليه. عندي البهار مشكل، عندي الملح، عندي شوي شطة حمراء، شوي ما ابغى كثير، هذه حارة. ابدأ اخلطها مع بعض. طبعا بضيف له، بخلط الحين وارجع لكم. وبضيف زيادة زعفران وبستمر بالفرك. شايفين؟ طبعا ترى بدون إضافة موية، ما في، ماني بضيفة موية أنا. أضيف شو؟ الزرش. طبعا بضيف هنا جزء منه، قرب لكم أكثر، جزء منه والباقي بحطه على الرز. نفس الشيء أدعك مع بعض. الحين بقطع هالبطاطس هذه اللي عندي، بقطعها حلقات وارصها بالصينية. طبعا البطاطس شوفوا قطعته عريضة، ليه؟ بس علشان انا ما ابغى وانا اقلبه المصلي يصير لازق بالقدر او بالصينية او باي شيء تحطونه انتم، يعني زي ما تقولون واقي، بس عشان ما ينحرق عندي الدجاج. ونصفه بالطريقة هذه.
قطع البطاطس يكون سميك علشان ما يذوب عندي. انا ما ابغاه يذوب، انا ابغاه بس طبقة واقية بس. طبعا والمصري له عدة طرق، ترى كل واحد له طريقته. انا هذا بطريقتي بس، ولكنه ما شاء الله لذيذ. عندي في نفس الوقت البطاطس استفاد منه يوكل، لانه بتصير فيه طعمة الدجاج، طعم الدجاج بيصير فيها، وبيصير فيه بعد نشيل الأغراض اللي خلصنا منها. هذه عندي الصينية أو القدر. طبعا لكم الحرية تحطونه بأي قدر تبغون، بأي صينية، بأي شيء. عندي هذا هو الدجاج. تقولون لي ما في زيت، شوي الحين وحط عليه زيت. ريحة الزعفران تهبل. بالنسبة للزرج، ترى إذا شفتوه لونه غامق مرة هذا يصير متأكسد، يعني ما يصلح، يصير متأكسد. عشان كذا اللي ياخذه يشتريه يحطه في الفريزر ما يتأثر. أنا هذا عندي من الفريزر تقريبا له حوالي سنة، وبحكم إنه مكان بارد شوفوا ما شاء الله تبارك الله ما تأثر. لكن إذا طلع لونه غامق ومايل للسواد معناه إنه تأكسد. فعشان كذا وما يحفظ في مكان حار، لا لازم يحفظ في مكان بارد زي مثلا الفريزر. شوف هذا الفريزر تقريبا له حوالي سنة ما شاء الله تبارك زمان الله زي ما هو. طبعا هذا انا بخليه عشان احطه فوق الرز. الحين بحطه على الغاز. عندي الرز هنا، بحط هنا دارسين وورق الغار، أضيف عليه الموية وأخليه تطبخ معه عشان يطعم فيه. ورق الغار يطعم ودارسين يطعم. قبل ما أكب الرز هذا الملح، أخليه معي يطبخ.
نحط زيت. طبعا الرز بطبخه تقريبا كذا 70%، ما ابغاه يستوي مره. كب الرز، المويه، شايفين هنا الدجاج هذا المصري، دجاج مصري شايفينه. قلبته هنا علشان الحين أبيه يطعم أكثر وأكثر. خليت اللي فوق تحت واللي تحت فوق كلها. استنى الرز يكون تقريبا سواه. سبعين بالمية تقريبا. نسيت احط هنا الثوم، الحين احط الثوم. هذه قطعة الثوم، ايوه نسيت احطها. طبعا اذوبها هنا ثلجة عشان بالفريزر كانت. طبعا هو يحط مع الزنجبيل، بس انا اللي عندي ما يحبون الحار، ما يحبون الاكل يكون حار، بس اللي يحب يحط. ركته وخليه يطبخ على النار هذه ويسقط.
الرز إذا كبناه لازم تكون النار عالية عليه. بعدين إذا بدأ يطلع الرز، تطلع منه الفقاقيع وبدأ يطلع الرز وصار فيه زي الجخور هنا، الفتحات في نفس الرز، نوطي عليه. لكن الحين بالوقت هذا بالحالة هذه لا، لازم يكون عالي النار. على الطريقة شوفوا، هذا الرز تقريبا 70% مستوي. أنا أحط على وين هنا، على نفس الدجاج. بهالطريقة لحد ما يخلص المقدار عندي. شايفين الرز هذا أخذته السواء تقريبا 70%. 30% هذه شايفينها حطيتها لي على الدجاج، هي تستوي منها. تستوي أول شيء على البخار وعلى نفس البصل، موية البصل، موية الدجاج الموجودة في الصينية أو بالقدر. وأسيته كله مع بعضه البعض. باقي الرز الحين أطلع. أحط على فوق شوي زعفران وشوي من الزرش. هذا الزرش عندي اللي متبقي أبى أضيفه عليه. بحط عليه الحين على فوق شوي زعفران. اخذ شوي زعفران ذوبه بمويه واصبه عليه عشان يعطيني لون ثاني. عندي هنا الزعفران ذوبته بشوي مويه، ابى احطه على الوجه. هذه السمنة حطها عليه تعطي نكهة وريحة، طعم في نفس الوقت. خلاص الحين نغطيه وعلى نار واطية، نار هادية وبالعافية. استدعنا ارفع شوي شوي بس. ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خربها
هذا البطاطس طبعا ما له دخل بالمصلي، بس علشان يسوي لي قاعدة على الدجاج ما يلحق ولا ينزل، ما يلزق فيه بس.